مايونيز سهلة وبزاف بنينة وبمقادير مضبوطة. شوفوا لي كيفاش اللي نفس اللي يستعملوها المحلات، راح تنفعكم ان شاء الله في رمضان. قبل ما نبداو متنسوش لايكاتكم وتعليقاتكم اشتراكاتكم. مرحبا بكم. اول حاجة عندي هنايا في المقادير، عندي حبة بيض كاملة وصفار بيضة بحرارة المطبخ البنات، بحرارة المطبخ. هنا عندي حبة توم، يعني سنينة توم، وملعقة صغيرة تاع لاموطارد. أه نجيب الميكسور تاعي ونخلطهم مليح حتى نشوف هذيك الثوم كامل ترحات مليح، ونشوف البيض ديجا بدا يتبدل اللون تاعو. في هذه المرحله عندي الزيت اول حاجه لازم ولازم ولازم ما تستعملوش اللي فيها القومش مليح، اختاروا نوعيه مليحه سينو المايونيز تاعكم تجيكم كارثه وترموها. الزيت يلعب دور بزاف بزاف كبير. عندي 260 غرام زيت، نضيفوه على دفعات كما راكم تشوفوا. الميكسور راني ميكسي فيها وما نرفتش الميكسور بزاف، ونضيف غير بشويه تاع الزيت حتى نكمل الكميه تاعي كامل. هنا بعد ما نكملوا كميه الزيت، شوفوا كيفاش تشوفوا القوام تاعها ديجا اثقل مليح. هنا شوفوا الله يبارك كيفاش راهي ثقيله. اللي تحب هاد المرحله هنا تحبس تزيدوا لها غير 10 مليلتر الخل وملعقه سكر وملعقه ملح. وهنايا نزيد تقريبا 30 غرام تاع ياغورت طبيعي، يعطيها بنه بزاف هايله. واللي ما تحبهاش ما تحبش تزيد ما تزيدش. هنا نزيد رشه تاع فلفل الكحل ونزيد نعاود نخلط، وراهي الوجده المايونيز تاعنا بزاف هايله وبنينه. ولكن نعاود ونقول الزيت تلعب دور في المايونيز. هذه هي وصفتنا تاع المايونيز، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.